السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل كده الكنافة السريعة بالقشطة الكدابة. يلا بينا نشوف عملناها ازاي مع بعض. اول حاجة زي ما انتوا شايفين كده عملت كوبايتين من اللبن، عليهم معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من النشا. بس يا حبايبي كده، وابتدي بقى ان انت تقلبيهم كويس جدا على البارد. اللبن طبعا معايا دافي او يكون بارد من التلاجة، ما تحطيهوش سخن. وتقلبي كده النشا والسكر واللبن مع بعض، وبعدين هرفعهم على نار هادية، وابتدي برضو ان انا اقلبهم كده لغاية لما احصل على الكريمة اللي انا عايزاها. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، ببتدي ان انا اقلب لغاية لما القوام بتاعه يتماسك معايا. هنيجي بقى بعد كده للكنافة. انا حطها شوية في الفريزر علشان خاطر تبقى اقدر ان انا فتفتها كده براحتي، وتتفتفت معايا بمنتهى السهولة. اهو زي ما انتوا شايفين كده بتطلع معايا بعد ما بمنتهى اتفرولت كده السهولة، وعملتها بتتفرول خلاص معايا كده على قطعتها طول. ببتدي بقى احط لها 3 معالق كبار من السكر الناعم، وهحط لها بقى 3 برضو معالق او 4 معالق كبار من السمنة او الزبدة المتوفر عندك. هقلب الاول السكر البودر دوت مع الكنافة، وبعدين بقى بقلب برضو السمنة معاها. وانا بسجل لكم الفيديو المطر عماله ما شاء الله تمطر بره وبرق ورعد وكده. مين بقى في كل عنده مطره بقى بتمطر؟ اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، هعملها بقى في الطاسه. دهنت الطاسه كويس من الزبده، وهبتدي بقى ان انا احط الكنافه اللي انا حطيت عليها السمن والسكر دوت. تجيبي بقى اي حاجه كده وتبتدي ان انت تكبسي عليها صينيه، معاكي صينيه زي ما انا بعمل كده او بايديكي. المهم ان انت تكبسيها جامد عشان تطلع القطعه كده سليمه، وتبتدي بقى تحطي المهلبيه اللي احنا عملناها مع بعض ديت او القشطه او زي ما انت عايزه تقولي. طعمها بيبقى حلو جدا. بس كده، وتحطي بقى باقي الكنافه، وتبتدي تعملي برضو الخطوه التانية ان انا بالصينيه كده، وتبتدي ان انت تدوسي عليها عشان خاطر تطلع القطعه معاكي متساويه وما تبقاش متفرفته ولا اي حاجه. بس يا حبايبي كده زي ما انتوا شايفين، وباجي بقى على البوتاجاز وتبتدي ان انت تعملي نار متوسطة، ولا ان هي نار عالية قوي ولا ان هي نار هادية قوي. نار كده فوق الهادية بشوية، وتبتدي زي ما انت شايفة كده بتديري في الطاسة بتاعتك علشان خاطر تستوي من جميع الاطراف. بس وتقلبيها بقى على الناحية التانية، وبرضو هدهن الطاسة اللي معايا هدهنها برضو سمنة. اهو يا حبايبي كده حاجة سريعة كده على طول للفطار، ما خدتش معايا اي وقت خالص، وعملتها من على عين البوتاجاز ما خدتش اي وقت، طعمها جميل جدا. بس كده على الناحية التانية، وببتدي برضو احطها حوالي من 7 دقايق ل10 دقايق برضو كده، وتفضلي ان انتي تتحركي فيها عشان تستوي من جميع الاطراف يعني. بس كده. طبعا انا عملت العسل وعملته معاكم قبل كده. العسل عاملاه كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية، واول ما يغلي معايا كده بتحطي له عصرة نص ليمونة، وتسيبيه حوالي 10 دقايق على البوتاجاز. بس كده حبايبي بيبقى العسل معايا دافي، والكنافة معايا زي ما انتم شايفين كده سخنة. هبتدي بقى ان انا احط العسل اللي انا عملته. قطعيها بقى التقطيعة المناسبة ليكي، وبألف هنا وشفا.
عايزة اقولكوا طعمها جميل جدا. تحطي بقى العسل عليها كده وبتغطيها بقى، يعني بعد ما حطيت العسل بتغطيها عشان خاطر هي والعسل كده يتشربوا من بعض وتبقى حلوة يعني. ساعة الفطار تتقدم بعد الفطار مع كوباية الشاي كده وبألف هنا وشفا. بحبكم في الله ورمضان كريم عليكم. السلام عليكم.